لو سألتك ايه اللي بيخليكي تاخدي قرار مالي هتقولي لي ايه؟ العقل؟ الحسابات؟ الدراسة؟ طب تعرفي ان في حاجة تانية اقوى من كل ده بتتحكم في قراراتك المالية من غير ما تحسي؟ الخوف والطمع. في حياتنا في 4 محركات بشرية بتحرك كل تصرفاتنا: الخوف والطمع والحب والكره. لكن في عالم الفلوس والاستثمار بيبقوا 2 بس: الخوف والطمع، ودول الجناحين اللي بتطير بيهم البورصة. الخوف هو اللي بيخليكي تبيعي أسهمك بسرعة لما السوق ينزل حتى لو كانت الشركة كويسة، والطمع هو اللي بيخليكي تشتري سهم بسعر عالي جدا عشان خايفة تفوتك الفرصة. كل قرار مالي انت بتاخديه هتلاقيه نابع من شعور من الاتنين دول أو خليط منهم، والشاطرة اللي تعرف ايه اللي بيحركها عشان ما تخليش خوفها أو طمعها يخلوها تاخد قرارات تندم عليها. أنا ريهام، ومن أول ما بدأت رحلتي في عالم المال والاستثمار كان عندي خوف كبير من البورصة. فضلت سنين طويلة بستثمر بس في شهادات الادخار عشان خايفة أخسر فلوسي، والخوف ده ضيع عليا أرباح كتيرة كان ممكن أكسبها. لكن مع الوقت اتعلمت، والمعرفة سواء معرفة نفسي أو معرفة عالم الفلوس هي اللي خلتني أتحرر من الخوف والطمع. ودلوقتي ومن ساعة ما دخلت عالم البورصة بجد عمري ما أخدت قرار ندمت عليه، مش عشان أنا شاطرة، لأ، عشان اتعلمت أفهم مشاعري وأتعامل معاها. النهاردة هنتكلم عن الخوف والطمع في البورصة، ازاي نتعرف عليهم، ازاي نرصدهم في نفسنا، وازاي ناخد قرارات عقلانية حتى في وسط التقلبات. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما ندخل في التفاصيل خليني أقولك حاجة مهمة: البورصة مش بتتحرك بالأرقام بس، البورصة بتتحرك بالمشاعر. في دراسة مشهورة في علم التمويل السلوكي اكتشفت حاجة غريبة: المستثمرين بياخدوا قرارات عاطفية حتى لو كانت ضد مصلحتهم المالية. يعني إيه؟ يعني لما السوق بينزل الناس بتبيع من الخوف حتى لو الشركات اللي مستثمرين فيها كويسة، ولما السوق بيطلع الناس بتشتري من الطمع حتى لو الأسعار بقت مبالغ فيها. ودي بالظبط المشكلة، عشان كده لازم نفهم الاتنين دول كويس. الخوف في البورصة بيجي في أشكال كتير. 1. الخوف من الخسارة، ده أكتر نوع خوف منتشر، وأنا شخصيا كان عندي الخوف ده. كنت خايفة استثمر في البورصة عشان فكرة إني ممكن أخسر مبلغ كبير لو شركة واحدة انهارت كانت بترعبني، وده خلاني أفضل سنين بستثمر في شهادات الادخار بعائد ضعيف بدل ما استثمر في أسهم كان ممكن تكسبني أضعاف. الخوف ده طبيعي لكنه بيكلفنا كتير. 2. الخوف من الندم، لو اشتريت السهم ده ونزل هندم، لو بعت وطلع هندم. الخوف من الندم بيخلينا نتجمد وما ناخدش أي قرار خالص. 3. الخوف من المجهول، كتير من الستات المصرية بيخافوا من البورصة عشان مش فاهمين بتشتغل ازاي، والمجهول دايما مخيف. الحل الوحيد للخوف ده هو المعرفة. الطمع مش حاجة وحشة في حد ذاته، الطمع هو اللي بيخلي عندنا طموح وأحلام وبيخلينا نسعى للأفضل. لكن المشكلة لما الطمع يتحول لجشع ونبدأ ناخد مخاطر مش محسوبة. 1. الطمع في المكسب السريع، صاحبتي اشترت السهم ده وكسبت 50% في شهر، الناس كلها بتشتري، لازم اشتري أنا كمان. ده بيخلينا نشتري أسهم من غير ما ندرسها كويس بس عشان عايزين نحقق مكاسب بسرعة، والنتيجة خسارة. 2. الطمع في الزيادة، السهم طلع 30% لكن انتي مش عايزة تبيعي عشان ممكن يطلع أكتر، وفجأة تلاقي السوق بينزل والمكسب اللي كان في إيدك بيضيع. 3. فومو أو الخوف من تفويت الفرصة، ده مصطلح مشهور في عالم الاستثمار، Fear of missing out. لما تحسي ان كل الناس بتكسب وانتي لأ، فتدخلي السوق في أعلى نقطة وتشتري بأسعار مبالغ فيها وبعدين تخسري لما السوق ينزل. خليني أحكي لك قصتين مشهورين عشان تشوفي ازاي المشاعر بتتحكم في البورصة. القصة الأولى في قاعة التوليب في هولندا سنة 1637. في القرن ال17 الناس في هولندا اتجننت على ظهور التوليب. الأسعار طلعت لدرجة إن بصلة توليب واحدة كانت بتتباع بسعر بيت كامل. ليه؟
والطمع. كل واحد كان فاكر انه هيبيعها بسعر اعلى، والاسعار فضلت تطلع لحد ما فجأة السوق انهار، وكل اللي اشتروا بصل التوليب بأسعار مبالغ فيها خسروا كل حاجة. القصة التانية، الأزمة المالية العالمية سنة 2008. لما البورصات حوالين العالم بدأت تنهار في 2008، الخوف سيطر على مستثمرين كتير. الناس باعت أسهمها بخسارة كبيرة عشان خايفين إن السوق ينزل أكتر، لكن اللي صبروا وما باعوش لقوا إن السوق رجع تاني بعد سنتين واستردوا كل خسائرهم. ومش بس كده، دول كمان كسبوا فوقها. الدرس، الخوف والطمع بيخلونا ناخد قرارات متسرعة نندم عليها بعدين. خليني أقولك شوية مصطلحات مهمة عشان تقدري تتعرفي عليها لما تسمعيها. 1. مؤشر الخوف والطمع، Fear and Greed Index. ده مؤشر بيقيس مشاعر المستثمرين في السوق. لما المؤشر يكون في منطقة الخوف الشديد، ده معناه إن الناس بتبيع بشكل هستيري والسوق ممكن يكون فرصة شراء. ولما يكون في منطقة الطمع الشديد، ده معناه إن الناس بتشتري بجنون والسوق ممكن يكون مبالغ فيه. المستثمرين الأذكياء بيستخدموا المؤشر ده عشان ياخدوا قرارات عكس السوق. 2. البيع الهستيري، البانيك سيلينج. لما السوق بينزل والمستثمرين بيبيعوا أسهمهم بسرعة من غير تفكير عشان خايفين إن السوق ينزل أكتر. المشكلة إنهم بيبيعوا بخسارة وبعدين السوق بيرجع يطلع تاني. 3. فومو، Fear of Missing Out، يعني الخوف من تفويت الفرصة. زي ما قلنا من شوية، لما تشوفي إن كل الناس بتشتري سهم معين وإنتي خايفة لو ما دخلتيش ما تكسبيش زيهم، فتدخلي السوق من غير دراسة وتشتري بسعر عالي وتخسري. 4. توقيت السوق، الماركت تايمينج. ده لما حد يحاول يتوقع امتى السوق هيطلع وامتى هينزل عشان يشتري في القاع ويبيع في القمة. الحقيقة حتى أكبر المستثمرين في العالم ما بيقدروش يعملوا كده. ليه؟ عشان السوق بيتحرك بمشاعر الناس ومفيش حد يقدر يتوقعها بدقة. الحل الأفضل الاستثمار طويل المدى، وما تحاوليش تتنبئي بالسوق على المدى القصير. تعالي دلوقتي نتكلم عن أكتر المخاوف اللي بسمعها من الستات المصرية وإزاي نتعامل معاها. الخوف الأول، هخسر كل فلوسي. الحل، نوعي استثماراتك، ما تحطيش كل فلوسك في سهم واحد أو شركة واحدة. استثمري في صناديق المؤشرات، الاندكس فاندز. الصناديق دي بتستثمر في مجموعة كبيرة من الشركات، فلو شركة واحدة خسرت الباقي بيعوض الخسارة. واستثمري بس الفلوس اللي مش محتاجاها على المدى القريب. البورصة استثمار طويل المدى مش حل للاحتياجات الفورية. الخوف التاني، مش فاهمة البورصة بتشتغل ازاي. الحل، اتعلمي، اقري كتب، اتفرجي على فيديوهات، اسمعي بودكاست زي ده. ابدأي بخطوات صغيرة، استثمري مبلغ صغير في الأول عشان تتعلمي من غير مخاطرة كبيرة. واستخدمي حسابات تجريبية. كتير من منصات التداول زي ثاندر بتوفر حسابات وهمية تتدربي عليها قبل ما تستثمري بفلوس حقيقية. الخوف الثالث، كلام الناس هتقول إني بخاطر بفلوسي، الناس هتقول إن البورصة قمار. الحل، ما تخليش رأي الناس يوقفك عن تحقيق أهدافك المالية. الاستثمار مش قمار، الاستثمار هو تخطيط ودراسة. ما تناقشيش قراراتك المالية مع ناس مش متعلمة ماليا. خدي نصيحة من خبراء أو ناس عندها تجربة حقيقية. ما ينفعش تروحي لحد مفلس وتاخدي بنصيحته في الفلوس. الخوف الرابع، ما عنديش وقت أتابع السوق كل يوم. الحل، الاستثمار طويل المدى مش محتاج متابعة يومية. لو انتي مستثمرة في شركات قوية، متابعتها كل شهر أو كل ربع سنة كفاية. كمان لو استثمرتي في صناديق المؤشرات فهي مش محتاجة متابعة، هي بتدير نفسها تلقائيا. الخوف الخامس، خايفة من التوقيت الغلط. لو دخلت دلوقتي والسوق نزل بكرة. الحل، استخدمي استراتيجية الدولار كوست افريجينج. يعني بدل ما تستثمري كل فلوسك مرة واحدة، قسميها على شهور واستثمري مبلغ ثابت كل شهر. كده لو السوق نزل هتشتري بسعر أرخص المرة اللي بعدها، ولو طلع هتكسبي. وتاني، ما تحاوليش تتنبئي بالسوق، حتى الخبراء مش بينجحوا في ده. فكري في الاستثمار طويل المدى. طيب، ازاي بقى تبدأي ترصدي الخوف والطمع في نفسك؟ لأن الخطوة الأولى عشان تتحكمي في مشاعرك هي إنك تتعرفي عليها. هقولك على شوية أسئلة اسأليهم لنفسك قبل ما تاخدي أي قرار استثماري. أسئلة الخوف، ليه خايفة من القرار ده؟ هل الخوف مبني على معلومات حقيقية ولا على تخيلات؟ إيه أسوأ حاجة ممكن تحصل؟ وهل ممكن أتعامل معاها؟ هل أنا بهرب من فرصة حقيقية بسبب الخوف؟ أسئلة الطمع، ليه عايزة أدخل الاستثمار ده؟ هل عشان درسته كويس
ولا عشان شايفة الناس بتكسب؟ لو الناس كلها ما بتشتريش السهم ده كنت هشتريه برضو؟ هل أنا بستثمر بناء على خطة ولا على عاطفة؟ ودلوقتي خلينا نتكلم عن الخطوات العملية للتحكم في الخوف والطمع. الخطوة الأولى، حطي خطة استثمارية واضحة. قبل ما تستثمري حددي هدفك من الاستثمار: تقاعد، تعليم أطفال، شراء بيت. المدة الزمنية 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة. ونسبة المخاطرة اللي مستعدة تتقبليها ايه؟ لما يكون عندك خطة هتكوني أقل عرضة للقرارات العاطفية. الخطوة التانية، نوعي استثماراتك. ما تحطيش كل البيض في سلة واحدة. نوعي استثماراتك بين أسهم، سندات، ذهب، عقارات، صناديق استثمار. كده لو استثمار واحد خسر الباقي هيعوض الخسارة. الخطوة الثالثة، استثمري على المدى الطويل. البورصة بتطلع وتنزل كل يوم، ده طبيعي، لكن على المدى الطويل الأسواق في الطالع. ما تبيعيش من الخوف لما السوق ينزل، وما تشتريش من الطمع لما يطلع بجنون. اصبري والتزمي بخطتك. الخطوة الرابعة، ابعدي عن الأخبار اللحظية. الأخبار المالية اللحظية بتزود الخوف والطمع. ما تتابعيش السوق كل ساعة. خصصي وقت محدد كل أسبوع أو كل شهر تتابعي فيه استثماراتك. الخطوة الخامسة، استشيري خبير. لو حاسة إنك مش قادرة تتحكمي في مشاعرك استشيري مستشار مالي محترف. الخبراء بيساعدوكي تاخدي قرارات عقلانية بعيدة عن العاطفة. نصيحة أخيرة، المعرفة هي السلاح الوحيد ضد الخوف. أنا شخصيا المعرفة هي اللي حررتني من الخوف. لما فهمت ازاي البورصة بتشتغل، ولما عرفت أنوع استثماراتي، ولما اتعلمت أصبر على المدى الطويل، الخوف راح. مش عشان بقيت ما بخافش خالص، لأ، عشان بقيت فاهمة مخاوفي وعارفة أتعامل معاها. والمعرفة متاحة لكل واحدة فينا. اقري، اتعلمي، اسألي، جربي، واتعلمي من أخطائك. تحدي الأسبوع ده بسيط لكن مهم جدا. راقبي مشاعرك المالية لمدة أسبوع. كل يوم اكتبي في ورقة أو في نوتس الموبايل ايه القرارات المالية اللي أخدتيها النهاردة، حتى لو صغيرة زي شراء حاجة أو قرار إنك ما تشتريش. ايه الشعور اللي كان ورا القرار ده؟ خوف، طمع، فرح، قلق؟ لو كنتي هتاخدي القرار ده من غير عاطفة كان هيكون ايه؟ في نهاية الأسبوع اقري اللي كتبتيه. هتلاقي نفسك بدأتي تفهمي نفسك أكتر وتعرفي ايه اللي بيحرك قراراتك. ودي أول خطوة عشان تتعرفي على مشاعرك وتاخدي قرارات أفضل. وبعتيلي تجربتك على فلوسالست@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. عايزة أعرف ايه أكتر مشاعر لقيتيها بتأثر على قراراتك، وهل اكتشفتي حاجة جديدة عن نفسك؟ لو الحلقة دي فكرتك بمواقف حصلتلك أو ساعدتك تفهمي مشاعرك المالية أكتر، شاركي الحلقة، خاصة مع البنات والستات اللي بيفكروا يستثمروا في البورصة أو اللي عندهم خوف من الاستثمار. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه عشان الحلقات توصل لناس أكتر. اللي عايزة أوصله النهاردة إن البورصة مش عدو، والخوف مش عيب. الخوف شعور طبيعي بيحمينا من المخاطر، لكن المشكلة لما الخوف يشلنا ويمنعنا من فرص حقيقية. والطمع مش دايما وحش، لكن الجشع هو المشكلة. الطمع بيخلينا نتحرك ناحية الأفضل، لكن الجشع بيخلينا ناخد مخاطر غبية. الشاطرة اللي تتعلم تفهم مشاعرها وتصاحبها، وده مش بيحصل بين يوم وليلة، ده بيحتاج وقت وصبر ومعرفة. لكن صدقيني المعرفة هتحررك. الأسبوع اللي جاي معادنا مع موضوع مهم جدا، تكلفة الفرصة البديلة. هنتكلم عن إزاي كل قرار مالي بتاخديه بيكلفك حاجة تانية، وإزاي تختاري الاختيار الأفضل من بين كل الاختيارات المتاحة. فاستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.